اهلا بيكم يا حبايبي. هنعمل النهاردة مع بعض الفطير المشلتت التركي. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا الفطير بتاعنا مورق وجميل جدا جدا وطري من جوه وطعمه مغذي وحلو جدا. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهيطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. يلا نشوف الطريقة. عندي هنا كوباية ونص من اللبن، لبن دافي عادي. هنضيف عليها نص علبة من الزبادي. هقلبهم كويس جدا مع بعض، واول ما يبتدي ما يبقاش فيه اي كتل هنبتدي نضيف مع بعض الدقيق بتاعنا. الكمية بتاعت الدقيق نص كيلو من الدقيق، يعني 3 كوبايات ونص. 3 كوبايات ونص هيعملوا معانا نص كيلو من الدقيق. هنضيفهم وبعد كده هنضيف عليهم نص معلقة من نص معلقة من البيكنج باودر. هنضيف نص معلقة من البيكنج باودر ورشة بسيطة من الملح، وهنقلب. هنبتدي بقى نقلب الخليط بتاعنا ده كويس جدا. هقلب كده في البداية بالمعلقة، واول ما الدقيق بتاعنا يبتدي يتداخل كويس في اللبن وباقي المكونات هنبتدي بقى نعجنه. العجن بتاع الفطير مش اقل من 8 دقايق، يعني لازم الفطير بتاعك وانتي بتعجنيه مش تعجنيه لمدة 8 دقايق او اكتر، بحيث ان العجينة بتاعتك يبقى ليها عرق وبتبقى اثناء التسوية تبقى طرية وجميلة جدا. هنبتدي بعد ما عجنتها زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبتدي نشكلها. هنقطع كمية العجين بتاعتنا على 4 قطع. هنعملهم 4 كور بالشكل ده، ونبتدي نرش رشة بسيطة من الزيت على وش العجين بحيث انه ما ينشفش معانا. هندهنه كويس بالزيت، وبعد كده هنجيب كيس من اكياس التلاجة وهنغطي بيه العجين بتاعنا ده لمدة 10 دقايق. 10 دقايق بس يرتاح علشان يتفرد معانا كويس. وعندنا هنا نص كوباية من السمنة، عليها ربع كوباية من الزيت، وهقلبهم كويس مع بعض. ممكن تضيفي زبدة وزيت، ممكن تضيفي زبدة بس حسب ما حضراتكم عايزين، بس انا ضفت سمنة وزيت علشان الفطير بتاعنا يبقى خفيف ومورق. هنجيب اول قطعة كده، اول كورة من اللي احنا عملناهم، وهنبتدي نفردها فردة بسيطة جدا. يعني احنا النهاردة هنعمل الفطير بتاعنا الجميل المشلتل ده، هنعمله من غير نشابة ومن غير اي تعب. فردة بسيطة جدا جدا بايدك كده. واول ما تبتدي تتفرد معانا هنجيب كيس كده وهنحط عليه العجينة علشان يبقى سهل معانا. وهنبتدي برضو نفرد فردة بسيطة كده. نجيب كرة تاني، كل ما تكوني مريحة العجين بتاعك هيتفرد في ثانية معاكي ومش هيتعبك خالص. هجيب هنا السمنة بتاعتنا وهنضيف كمية بسيطة كده وافردها، وهبتدي اضيف عليها الفطيرة بتاعتنا التانية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبتدي بقى نفرد برضو، نجيب كورة تاني ونفردها كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يعني احنا مش هنفرد ومش هنتعب في الفرد ولا اي حاجة، ده احنا يدوب بس هنفرد بس الكورة بتاعتنا تبقى بالشكل ده. اول ما تبتدي تتفرد برضو بنفس الطريقة كمية من السمنة، وبعدين هنحط عليها الجزء التاني من العجين بتاعنا. هفردها كويس علشان الطبقات تبقى نفس المقاس، يعني هنحاول على قد ما نقدر نعملهم نفس المقاس علشان لما نيجي نفردهم مفيش اي طبقة فيهم تخرج من التانية. بصوا ما شاء الله العجين مرتاح، بيتفرد في ثانية. في ثانية بس بتدوسي عليه بايدك بتلاقيه اتفرد ما شاء الله وجميل جدا. من اسرار النجاح بتاع الفطير لازم يتعجن كويس ويرتاح كويس، هيديكي احلى واجمل نتيجة. فردنا كده كمية سمنة وحطينا دي اخر قطعة، اخر كورة معانا. هنبتدي بقى نشيل الكيس ونبتدي بقى نفرد كده. هنفرد بالراحة خالص، ولو لقيتي الفطيرة بتاعتك مش بتتفرد ريحيها برضو، غطيها وريحيها 10 دقايق وارجعي افرديها تاني، هتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا ما شاء الله اتفردت ازاي،
اتفردت بسهولة جدا جدا وبكل سهولة، يعني من غير نشابة ومن غير اي حاجة. انت يا دوب بس فردتيها اتفردت معاكي بكل سهولة ومن غير اي تعب. هنبتدي بقى ندهن الفطيرة بتاعتنا. هندهنها بكمية السمنة بتاعتنا، لازم ندهنها كويس جدا جدا، يعني ما يبقاش عندك ولا جزء من العجينة دي مش عليه مادة دهنية، لازم يبقى كله عليه سمنة بالشكل ده، علشان لما نسويه يبقى مورق معانا ويبقى جميل جدا جدا. هفرد كمية السمنة اللي عندي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وكده خلاص الفطيرة بتاعتنا خلصت. يعني اسهل واجمل من كده فطير مشلتت مش هتلاقي. هنلف بقى العجينة بتاعتنا، هنلفها رول كده زي ما حضراتكم شايفين. هنلفها رول يعني صغير جدا في البداية عشان يطلع مورق. كل ما الرول بتاعك يبقى يعني رفيع هي تطلع معاكي مورقة اكتر. هلفه كده بالشكل اللي حضراتكم شايفين ده، ولو في اي جزء مش عليه سمنة ابتدي ضيفي سمنة تاني. بعد ما لفيته رول هبتدي بقى الفه زي ما حضراتكم شايفين كده. هنلفه كده بالراحة خالص وهيتلف معانا في دقيقة. بصوا نفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهجيب الجزء ده احطه من تحت، وكده خلاص الفطيرة بتاعتنا خلصت. هنجيب بقى صينية ندهنها دهنة كويسة من السمنة، وهحط فيها الفطيرة بتاعتنا واغطيها واسيبها برضو ترتاح 10 دقايق. بعد ما ارتاحت هنفردها بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين. كل اللي احنا هنعمله هنملى بيها الصينية بتاعتنا، هنفضل نفرد فيها كده، واول ما بتريحيها بتتفرد معاكي بسهولة جدا بالشكل ده. خلاص كده فردناها وبقت كويسة جدا. هنبتدي بقى ندهن الوش بتاعنا. ممكن تدهني لبن بس، وممكن تدهني سمنة، وممكن تدهني زي ما انا عملت كده صفار بيضة وعليها معلقتين لبن وسنة من الخل. مش هتلاقي فيها، ما تخافيش، مش هتلاقي فيها اي زفارة. الخل بتاعنا بيشيل اي زفارة في البيض. هنبتدي ندهن الوش بتاع الفطيرة كده دهنة بسيطة من الخليط اللي عملناه ده، بيديها لون حلو جدا جدا وبيديها طراوة وبتبقى جميلة جدا، ومش بتبقى يعني مش بيبقى فيها اي ريحة زفارة. خلاص كده هنبتدي بقى ندخل الفطيرة بتاعتنا. احنا مسخنين الفرن، لازم من اسباب نجاح الفطير ان انتي تسخني الفرن بتاعك على اعلى درجة، وتبتدي تحطي الفطير في البداية كده على الصاج من تحت. لازم تحطيه على الصاج من تحت علشان يرفع معاكي ويورق. بصوا ما شاء الله، يعني انا شغلت من تحت ومن فوق، واول ما ابتدى الوش يحمر بالشكل ده طفيت عليها وسبتها بقى تستوي كويس جدا من تحت. بس خدت وقت قد ايه؟ خدت بالظبط 30 دقيقة، وطلعت بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. احلى واجمل طريقة ممكن تعملي بيها فطير مشلتت، من احلى واجمل الطرق للفطير المشلتت. بيطلع معاكي طري وحلو جدا جدا، وطعمه احلى بكتير من الفطير المشلتت العادي. فعلا يعني مغذي وحلو جدا وطري من جوه ومورق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وطعمه حلو جدا جدا. يعني من احلى واجمل الطرق للفطير المشلتت، حاجة كده عظمة. بصوا ما شاء الله عامل ازاي مورق من جوه، بس هو علشان الفطيرة سخنة فانا مش عارفة امسكها مع حضراتكم. حبيت بس اوريكم من جوه هي قد ايه مورقة وطرية وجميلة جدا جدا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وان شاء الله الطريقة تجربوها وتعجبكم. مع السلامة.